اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن توبيك مهم جدا وتعتبر حاجه اساسيه في اي شبكه، وهي النتورك ديفايسز. هنتكلم عن اهم اجهزه الشبكات، الهاب والسويتش والراوتر، وهنعرف مع بعض الفروق ما بينهم وهنتكلم عنهم بالتفاصيل. وطبعا الهاب والسويتش والراوتر هم كلهم اجهزه بنستخدمهم عشان نكون شبكه، لكن دايما الاختلاف ما بينهم في طريقه تعاملهم مع الداتا. وهنتكلم كمان عن جهاز الفاير وجدار الحمايه. فبطلب من حضرتك او حضرتك تركزوا معايا كويس عشان ما يقابلكش اي مشاكل مستقبليه. فجهز كشكولك والقلم الرصاص الروترنج بتاعك ويلا بينا نبدا، علشان الحلقه دي مهمه جدا. ونسيت حاجه، كوبايه الشاي او القهوه بتاعتك او بتاعتك. يلا بينا، تعالوا نبدا بابسط جهاز فيهم وهو الهاب. والهاب وظيفته انه يربط الاجهزه ببعض في نطاق شبكه داخليه واحده، وهو يعتبر اول جيل في اجهزه الشبكات، فيرست جينيريشن. وده بيكون شكله زي ما احنا شايفين، بيكون في عدد من البورتس عشان نوصل عليها الاجهزه، وبيتعامل مع الاجهزه دي بالايثرنت كونكشن. طب ازاي الهاب بيشتغل؟ لما جهاز بيبعت داتا للهاب، بيبتدي الهاب يبعت الداتا دي لكل الاجهزه اللي متوصله عليه، وهو ما يعرفش اي حاجه عن الباكت، وما يعرفش مين اللي المفروض يستلم الداتا دي اصلا. هو كل اللي يعرفه ان اول لما يجي له رساله على بورت معين، بيعيد ارسال الداتا دي لكل البورتات اللي موجوده، بحيث انها توصل لكل الاجهزه اللي متوصله عليه. عامل زي المشترك بالظبط، بس بدل ما بينقل كهرباء، لا هو بينقل داتا، عشان كده بنقول عليه ريبيتر. طيب تعالوا ناخد اكزامبل كده علشان نفهم الموضوع اكتر. لو مثلا عندنا جهاز ايه عايز يبعت داتا لجهاز دي عن طريق الهاب، فجهاز دي فعلا هيستلم الداتا، بس مش لوحده. جهاز بي وجهاز سي كمان هيستلموا نفس الداتا دي، وبعد ما يستلموا الداتا هيشوفوا ان العنوان مختلف، فهيفهموا ان المسج دي مش مبعوثه ليهم، فساعتها طبعا هيعملوا ديسكارد للمسج. ففكره ان كل الاجهزه اللي في الشبكه تستلم نفس الداتا حتى لو مش هم الديستنيشن، دي بتعمل مشكله كبيره في السكيورتي، وده بيكون اول عيب عندنا في الهاب، عشان كل الاجهزه هتستلم داتا خاصه باجهزه تانية. ده غير طبعا انها هتسبب وجود ترافيك عالي جدا احنا مش محتاجينه، وده هيأثر على الباندويتس، ودول يعتبروا اكتر عيوب منتشره في الهاب. ومن كلامنا عن الهاب كده نقدر نفهم ان الهاب ملوش اي علاقه بالادرسز بتاعه الداتا، ومش بيتعامل ولا مع الاي بي ادرس ولا مع الماك ادرس، هو بس بيريبيت الداتا اللي بتجيله. عشان كده هو يعتبر لاير 1 ديفايس، يعني بيشتغل بس في الفيزيكال لاير. كمان الهاب بيستخدم تكنولوجي الهاف دوبلكس، وده معناه انه ما يقدرش يبعت ويستقبل داتا في نفس الوقت، عشان لو حصل كده هيكون في داتا كوليجن، وساعتها الداتا مش هتوصل ولازم تتبعت من جديد. فكل اللي احنا قلناه عن الهاب ده بيأكد انه جهاز مش ذكي كفايه انه يتعامل مع شبكات كبيره وحساسه، وهو يعتبر تكنولوجي قديمه قوي ومش مستخدم قوي دلوقتي. عشان السويتش يعتبر حل محله. السويتش بيكون شبه الهاب شويه في الشكل، يعني بيكون ليه عدد من البورتات وبيقبل الايثرنت كونكشن، بس هو بيكون اذكى كتير جدا من الهاب عشان بيتعامل بالماك ادرس، فبيكون عارف انهي جهاز متوصل بانهي بورت. فلما داتا باكت تتبعت للسويتش بيبعتها بس للبورت بتاع الجهاز الديستنيشن اللي المفروض انه يستقبل الباكت، من غير بقى ما يبعت الداتا لكل الاجهزه المتوصله عليه زي الهاب. طيب تعالوا ناخد اكزامبل كده عشان نفهم الموضوع. دلوقتي انا هوصل جهاز A على بورت 1 وجهاز B على بورت 6، فطبعا كل جهاز منهم عنده يونيك ادرس خاص بيه، يقدر السويتش يفرق بينهم عن طريقه، وده هو طبعا الماك ادرس. نفترض ان كمبيوتر A الماك ادرس بتاعه عباره عن 16A، وكمبيوتر B الماك ادرس بتاعه عباره عن 16B. فالسويتش هيعرف ان صاحب الماك ادرس اللي كله A ده متوصل على بورت 1، وصاحب الماك ادرس اللي كله B ده متوصل على بورت 6. كل ده بيكون موجود ومتخزن في حاجه اسمها السويتش تيبل او الماك ادرس تيبل. طيب دلوقتي انا هضيف جهازين كمان، جهاز C على بورت 3 وجهاز D على بورت 4. فتعالوا نشوف السويتش هيتصرف ازاي مع الشبكه الكامله دي. في الاول خالص السويتش مش بيكون لسه عارف حاجه، فالسويتش تيبل بيكون فاضي. فلو مثلا جهاز A حب يكلم جهاز D في الوضع ده، السويتش ما يعرفش فين جهاز D، ففي الحاله دي السويتش هيضطر يبعت الداتا لكل البورتات بتاعته اللي كل الاجهزه متوصله عليها. ثانيه واحده كده بس يا باسل، هو مش ده اللي كان بيعمله الهاب؟ ايوه، في الحاله دي والسويتش تيبل فاضي، السويتش بيتصرف اكنه هاب بالظبط، لكن الفكره انه بيخزن الماك ادرس بتاع جهاز A والبورت اللي متوصل عليه في السويتش تيبل. فلما يجي جهاز D يرد على جهاز A، ساعتها السويتش على طول هيبعت لجهاز A، عشان هو اوريدي عارف ومخزن عنده الماك ادرس والبورت بتوع جهاز A. فطبعا مش هيحتاج يلف على الشبكه كلها زي ما عمل قبل كده، او زي ما الهاب بيعمل، وكمان بيخزن الماك ادرس والبورت بتوع جهاز دي، فهيزود انتري جديده للسويتش تيبل لجهاز دي. فعن طريق عمليه تخزين الماك ادرس في السويتش تيبل، بيقدر السويتش يعرف ازاي يوصل لاي جهاز متوصل عليه بسرعه. وبما ان السويتش بيتعامل مع الماك ادرس، يبقى هو يعتبر لاير 2 ديفايس، يعني شغله كله بيكون في الداتا لينك لاير. والسويتش بيستخدم تكنولوجي الفول دوبلكس عشان هو يقدر يبعت
ويستقبل داتا في نفس الوقت، وده طبعا بيقلل احتماليه حدوث داتا كوليجن. ده غير انه هيحافظ على الباندويتس، وطبعا هيعلي ليفل السكيورتي جدا. طيب دلوقتي احنا اتفقنا ان الهابس والسويتشز بنستخدمهم عشان نربط بين الاجهزه ونكون بيهم شبكه لان، والاجهزه بتقدر فعلا انها تكلم بعض. لكن لو عايزين نكلم اجهزه في شبكات تانية زي مثلا الانترنت، لازم يكون في جهاز بيفهم ويتعامل مع الاي بي ادرس، وهنا بقى يجي دور الراوتر. تقدر تعتبر الراوتر هو بوابه الخروج من الشبكه الداخليه بتاعتك للعالم الخارجي، يعني لاي نتورك تانية. مثال مثلا انت بتعمله كل يوم تقريبا، لو انت مثلا عايز تبعت مسج على فيسبوك، دور الراوتر في انه يهيئ الطريق ان المسج توصل للفيسبوك سيرفر. فاول لما الباكت تطلع من عندك، الراوتر لازم يتاكد انها وصلت من شبكه لشبكه لحد ما توصل في الاخر للديستنيشن، والعمليه دي بتحصل في كل مره بتدخل على الانترنت فيها. فتقدر تعتبر ان المودم راوتر اللي عندك في البيت بيكون الوسيط بين البرايفت نتورك والانترنت سيرفيس بروفايدر. الراوتر بيقوم بعمليه التوجيه بناء على النتورك ادرس اللي هو الاي بي، عشان كده هو يعتبر لاير 3 ديفايس. لو انا مثلا عندي راوتر متوصل على 3 شبكات مختلفين 10.0.0 20.0.0 و30.0.0، لو افترضنا ان اول شبكه الانترفيس بتاعها هو E1، وتاني شبكه الانترفيس بتاعها هو E2، وتالت شبكه الانترفيس بتاعها هو E3، فالراوتر عشان يعمل عمليه توجيه بيبني جواها حاجه اسمها راوتنج تيبل، وده بيحتوي على الانترفيس والنتورك ادرس وحاجات تانية. كل انترفيس من خلاله بيقدر يوصل لشبكه معينه، يعني مثلا انترفيس E1 يقدر من خلاله يوصل للشبكه الاولى اللي هي 10.0.0.0، وانترفيس E2 يقدر من خلالها يوصل للشبكه الثانيه اللي هي 20.0.0.0، وانترفيس E3 يقدر من خلالها يوصل للشبكه الثالثه وهي 30.0.0.0. تعالوا بقى نعرف بالتفاصيل ازاي عمليه التوجيه بتتم، وازاي الراوتر بيقدر يوصل للنتورك ادرس اللي موجود في لاير 3. طيب نفترض ان انا عندي جهازين في شبكتين مختلفين، جهاز A والاي بي ادرس بتاعه 10.0.0.2 والماك ادرس بتاعه عباره عن كله A، وجهاز B والاي بي ادرس بتاعه 30.0.0.2 والماك ادرس بتاعه عباره عن كله B. فلو جهاز A عايز يكلم جهاز B ما يقدرش يكلمه بشكل مباشر، وما يقدرش يكلمه من خلال سويتش عشان في شبكه تانية، فلازم يكلمه من خلال الراوتر. وكل انترفيس في الراوتر بيكون ليه برضه اي بي ادرس وماك ادرس. فتعالى نفترض ان اول راوتر ليه 2 انترفيس اللي هم E1 و E2، E1 10.0.0.1 و E2 20.0.0.1، وتاني راوتر الانترفيس بتاعه E3 و E4، E3 20.0.0.1 و E4 30.0.0.1. وطبعا دي كده تعتبر شبكه واحد والنتورك ادرس بتاعها 10.0.0.0، ودي كده تعتبر شبكه 2 والنتورك ادرس بتاعها 20.0.0، ودي كده تعتبر شبكه 3 والنتورك ادرس بتاعها 30.0.0. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل للباكت وهي خارجه من جهاز A اللي هو السورس وهي رايحه لجهاز B اللي هو الديستنيشن. لو بصينا على المسج دي از فريم في لاير 2 هنلاقي ان هيكون في اوريدي الاي بي ادرسز بتاعه السورس والديستنيشن من لاير 3 اللي هو النتورك لاير. وطبعا السورس اي بي هيكون 10.0.0.2 والديستنيشن اي بي هيكون 30.0.0.2. وفي لاير 2 بعد كده هيزود السورس ماك والديستنيشن ماك. فالسورس ماك هيكون الماك ادرس بتاع جهاز ايه، لكن الديستنيشن ماك هتختلف على حسب جهاز الديستنيشن جوه الشبكه ولا لا. لو جوه الشبكه وعارف الماك ادرس بتاعه هيحطه على طول، لكن لو في شبكه مختلفه ساعتها بيستعين ببروتوكول الارب، والارب مش هيدور على الماك بتاع الديستنيشن على طول عشان هو كده كده مش معاه في الشبكه، لكن بيدور على الماك ادرس بتاع الديفولت جيت واي اللي هو الانترفيس بتاع الراوتر اللي معاه في نفس الشبكه، واللي هيطلعه على الشبكات اللي بره، واللي في الحاله دي هيكون E1. ولاير بي هيدور على الماك ادرس الخاص ب 10.0.0.1. فدلوقتي كده الفريم جاهز وهيخرج من جهاز A وهيروح للراوتر اللي معاه في الشبكه، والراوتر اول لما يستلم الفريم هيعمل ديكابسوليشن للفريم عشان يعرف الاي بي ادرس بتاع الريسيفر، وهيلاقي انه محتاج يوصل للشبكه بتاعه 30.0.0.0 عشان يقدر يوصل الرساله لجهاز B. بما انه متوصل مباشره براوتر تاني فهيقدر ينقل الفريم من انترفيس E2 لانترفيس E3، وفي الحاله دي الراوتر هيشيل الجزء بتاع السورس والديستنيشن ماك ادرس ويبدا انه يبني فريم جديد بالماك ادرسز الجديده. وفي الفريم الجديد هيكون فيها السورس ماك ادرس بتاع E2 والديستنيشن ماك ادرس بتاع E3. فكده الفريم هيطلع من E2 ويوصل للراوتر الخاص بالشبكه الثانيه من خلال انترفيس E3، والراوتر الثاني هيعمل نفس العمليه بالظبط، هيعمل ديكابسوليشن للفريم، بس هيلاقي ان الديستنيشن اي بي عنده في الشبكه، فهيروح على طول مغير الديستنيشن والسورس ماك ويخلي السورس ماك هو بتاع E4 والديستنيشن ماك هو الماك ادرس بتاع B، وده طبعا هيجيبه عن طريق بروتوكول الارب برضه. وهنا الرساله هتكون وصلت للديستنيشن
ديستنيشن اللي هو جهاز بي. ولو لاحظتوا ان طول الطريق بتاع الرساله من السورس للديستنيشن الاي بي ادرسز ما بتتغيرش، لكن اللي بيتغير دايما هو الماك ادرس، وده طبعا بيبين اهميه الارب بروتوكول. طيب هنتنقل لرابع جهاز معانا في الشبكات وهو جهاز الفاير وول، وبالعربي كده جدار الحمايه، وهو جهاز من اجهزه الشبكات بيحمي جهازك من اي فيروسات واي اختراق عن طريق مراقبه الترافيك من شبكتك وبين اي شبكه تانية، وفلترنج للداتا بناء على مجموعه من رولز الحمايه الاساسيه. وبيكون سوفت وير او هارد وير. سوفت وير بنعتبره هوست بيزد فاير وول مخصص لحمايه جهاز واحد بس، وده اللي بيكون جاي مع الويندوز على جهازك. هارد وير جهاز حقيقي موجود بين شبكتك والانترنت، زي شركه فيها مجموعه من الاجهزه، هو بيكون موجود بين الاجهزه دي والانترنت عشان يحميهم من اي اتاك ممكن يحصل بسبب اتصالهم بالانترنت. ده غير كمان السوفت وير فاير وول اللي اوريدي انستولد على الويندوز مع الاجهزه دي. والشركه كده هتكون استخدمت تكنولوجي اسمها نتورك بيزد فاير وول عشان جمعت بين السوفت وير فاير وول والهارد وير فاير وول. شبكه الانترنت من وجهه نظر السكيورتي تعتبر شبكه غير موثوق فيها، يعني ان تراستد زون، عشان اي حد ممكن يبعت اي حاجه والهاكرز تقدر توصل للاجهزه من خلاله. يعني انت مثلا عندك في البيت ما بين الشبكه بتاعتك وشبكه الانترنت لازم يكون في فاير وول، واللي هيكون دوره انه بيتشيك المسجز اللي بتجيلك ويتاكد ان المسج دي سليمه فعلا وسكيور ولا لا. وسكيور هنا المقصود بيها سكيورتي كرايتيريا، يعني بتتبع معايير السكيورتي بتاعه الفاير وول، فلو لقى ان الداتا دي سكيور دي فعلا هيخليها تعالى، لكن لو لقاها مش بتتبع السكيورتي كرايتيريا ساعتها هيبلوك الداتا دي. طب ازاي الفاير وول بيحميك من الاتاك؟ انت فتحت الجوجل كروم وكتبت www.arabifed.com، الريكوست ده هيروح للانترنت وهيجي له ريبلاي من السيرفر او من الاجهزه اللي متخزن عليها محتوى الويب سايت اللي انت طلبته، وفي الاخر هتدخل على الموقع فعلا. فساعات بقى الهاكرز بتقدر تخترق الكونكشن ده وبيبقى عندها كنترول كامل على جهازك، تقدر تاخد السنسيتيف انفورميشن زي الكريدت كارد ديتيلز والباسوردز. وهنا بقى يجي دور الفاير وول اللي بيقدر يحمي جهازك من الهاكرز دول. ودلوقتي هنبتدي نتكلم عن انواع الفاير وول، وهنبدا باول نوع معانا وهو الباكيت فلترنج فاير وول. بس قبل ما اتكلم عن الباكيت فلترنج فاير وول خليني في الاول اقول لك يعني ايه باكيت. الباكيت باختصار لو انت بتنزل ملف معين من الانترنت والملف ده حجمه 100 ميجا بايت مثلا، فانت مش بتنزل الملف على بعضه اللي هم ال 100 ميجا بايت، لا انت بتبتدي تستلم مجموعه من الباكيتس الصغيره. مثلا بتستلم باكيت مساحته 5 ميجا كل ثانيه، وفي الاخر يكون لك الفايل بتاعك كامل. وكل باكيت بيكون فيه شويه معلومات زي مثلا انهي جهاز اللي بيبعت وانهي جهاز اللي بيستقبل وعناوين الاي بي بتاعتهم، وبقيه ال 5 ميجا بيكون فيهم الاكتوال داتا اللي احنا عايزين نحملها اللي احنا بنسميها البيلود. الباكيت فلترنج فاير وول بتجمع كل معلومات الباكيت زي الاي بي ادرس بتاع السندر وبتاع الريسيفر والبورت نمبر، وبعدين تقارنهم بالمعايير الامنيه اللي بتكون جوه حاجه اسمها الاكسس كنترول ليست. ولو تمام الباكيت هتعدي من الفاير وول وتوصل للبي سي بتاعك، ولو مش تمام هيتعمل لها بلوك. والبورت نمبر هو عباره عن ارقام بتكون موجوده في الباكيت بعد الاي بي ادرس وبتكون مفصوله عنه، وبتكون مهمه جدا في عمليه نقل البيانات وعمليه الباكيت فلترنج. والفاير وول ده هو نفس النوع اللي بيكون عندك في الراوتر، ويعتبر ابسط وارخص فاير وول، ومشكلته الوحيده ان تركيزه كله بيكون على الاي بي ادرس والبورت نمبر اللي في الباكيت، ومش بيفحص البيلود او الداتا نفسها، وده طبعا بيكون خطر عشان الهاكر ممكن يخترق الكونكشن ويبعت حاجه في البيلود ده، وعشان كده هو لو سكيورتي. تعالوا ناخد اكزامبل كده علشان نفهم الموضوع اكتر. مهاب بيحاول يدخل على موقع www.arabifed.com، والريكوست ده هيروح للانترنت وهيجي له ريبلاي من السيرفر او من الجهاز اللي متخزن عليه محتوى الويب سايت اللي انت طلبه. ومستر بيسو هاكر وجهازه موجود في الاكسس كنترول ليست في قائمه الاجهزه اللي معمول لها بلوك، وبيحاول يهاك الكونكشن ده ويبعت داتا لمهاب. الداتا دي هتعدي على الفاير وول الاول وهيتشيك الباكيت، فهيلاقي ان بيانات الجهاز ده موجود في الاكسس كنترول ليست، فهيعمل بلوك لكل الباكيتس ولاي داتا جايه من جهاز مستر بيسو، وساعتها مهاب مش هيحصل له اي حاجه وهيقدر يدخل على الويب سايت عادي. طيب تاني نوع معانا في الفاير وول وهو الستيتفول انسبكشن فاير وول، مور سكيور واحسن من الباكيت فلترنج في السكيورتي. بيشوف حاله النتورك كونكشن والسيشن اللي انت شغال عليها، ويقارن الباكيتس اللي جايه له بالباكيتس اللي جوه السيشن، ولو مش مشابهه هيرفض الباكيت على طول. طيب تعالوا ناخد مثال كده علشان نفهم الموضوع. انت دلوقتي بتتفرج على فيديو على اليوتيوب، فالستيتفول انسبكشن فاير وول هيخزن كل معلومات السيشن زي اسم جهازك والاي بي واسم الويب سايت والاي بي اللي انت شغال عليه دلوقتي جوه حاجه اسمها كونفرزيشن ليست. فلو هاكر جه يعمل هاك على الكونكشن ده هيبعت داتا عن طريق الكونكشن اللي بينك وبين اليوتيوب، والفاير وول عارف انك بتاكسس دلوقتي يوتيوب، فلما يتشيك الباكيتس دي هيلاقي انها مش تبع السيشنز اللي انت فاتحها، فكل الداتا اللي هيبعتها الهاكر هيتعمل لها بلوك من الستيتفول انسبكشن فاير وول. وثالث نوع عندنا في الفاير وول وهو البروكسي فاير وول. تخيل معايا كده مهاب متخانق مع احمد المكواجي وعايز يوديله تيشيرت يكويه، فمهاب هيبعت صاحبه عمرو هو اللي يوديه، فاحمد كوى التيشيرت واداه لعمرو من غير ما يعرف ان ده تيشيرت مهاب. فنفس الفكره بالظبط، مهاب هو جهازك اللي عايزين نحميه
بيحميه، وعمرو هو البروكسي فاير وول، والمكوجي هو الانترنت. فده معناه ان جهازك متوصل بالانترنت بس مش مباشر، متوصل عن طريق جهاز تاني في النص وهو البروكسي فاير وول. فلما تيجي تريكوست جوجل، الفاير وول هيستقبل الريكوست ده وهيوصله للانترنت عشان ياكسس الويب سايت. فالانترنت مش شايف جهازك، هو بس شايف ان في جهاز بيريكوست الويب سايت، وده معناه ان جهازك قدر ياكسس الويب سايت من غير ما يتعرض لاي اتاك. هنروح بقى للنوع الرابع اللي معانا في الفاير وول، وهو ابلكيشن فاير وول، او بمعنى اصح ويب ابلكيشن فاير وول، او WAF. والفاير وول ده مخصص لحمايه برامج الويب، وعشان كده بيكون موجود دايما مع الويب سيرفر، ودوره انه يراقب الترافيك بتاع الويب ابلكيشن ويعمل بلوك لاي ترافيك مشبوه. فطبعا بيوفر طبقه امان زياده عن طريق انه بيتشيك محتوى الترافيك بتاع البروتوكولز الخاصه ببرامج الويب زي ال HTTP وال HTTPS، ويبتدي انه يطبق قواعد واساسيات امان معينه للويب ابلكيشن، وبيشتغل في الابلكيشن لاير عكس معظم انواع الفاير وول اللي بتشتغل في الترانسبورت لاير من الاو اس اي موديل. واخر نوع في الفاير وول هنتكلم عنه النهارده وهو النكست جنريشن فاير وول NGFW، وهو احدث تكنولوجي في الفاير وول موجوده دلوقتي. وطبعا مع تطور هجمات الهاكرز والتكنولوجي اللي بيستخدموها، كان لازم يكون في فاير وول متطور بيحلل الداتا بشكل اعمق ويقدر انه يكتشف المودرن سايبر اتاكس. فالنوع ده من الفاير وول يعتبر ذكي جدا عشان بيجمع مجموعه كبيره جدا من الفيتشرز اللي بتضمن ان الكونكشن يكون سكيور اكتر. ومن الفيتشر اللي بيعملها URL فلترنج، ويب فلترنج، وكمان ديب باكيت انسبكشن DBI. وهنا هو بيتشيك بشكل عميق جدا الكونتنت بتاع الباكيت عشان يتاكد ان مفيش اي اتاكس. كمان بينتجريت الاي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم. الباكيت بعد ما بتعدي من الفاير وول بتدخل على انتروجن بريفنشن سيستم، وده بيقدر يكتشف اي حاجه غريبه او متكرره في الشبكه، زي مثلا تعديلات متكرره على ملفات او عمليات نسخ مشابهه. فساعتها الاي بي اس بيقرر انه يمنع كل ده. طيب احنا كده خلصنا، واشوفكم في حلقه جديده من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس.